هلا وسهلا، مساءكم جميل، مساءكم سعادة، مساءكم أمل. يا جماعة كلنا عرفنا قصة هذه البنت اللي بلغت عن 44 شخص من أفراد عائلتها، قرابتها لهم من الدرجة الأولى، يعني أخ وأخت وأب، يعني قرابة من الدرجة الأولى. إيش قضيتهم؟ قضيتهم إنهم مروجين مخدرات حسب ما ذكرت، وأيضا قضية غسل الأموال. يعني تخيلوا كمية المخدرات اللي ذكرتها في تصريحها، كمية كبيرة جدا، يعني كمية ممكن تقضي على مدينة كاملة. يعني تخيل 500 ألف شدة حبوب كبتاغون و5 أطنان من الحشيش، يعني كمية مهولة. طيب يا حبايبي، خلونا نسوي عملية بسيطة حسابية عن هذا الموضوع. هي ذكرت في تصريحها أنها 500 شد من الكبتاغون، الشد الواحد فيه 200 حبة، يعني ما يقارب 100 مليون حبة كبتاغون. تخيل معي لو هذه الكمية الكبيرة المهولة تسربت ودخلت إلى المجتمع، كم أسرة راح تتفكك؟ كم شاب راح تنتهي حياته؟ وكم شابة راح تنتهي حياتها؟ فهذه البنت تعتبر بطلة حقيقية بإنقاذها لأفراد مجتمعها، وإنقاذها لهلاك محقق لأبناء هذا الوطن، وانتصرت لدينها أولا، ثم لأبناء وطنها ولوطنها أمام حتى أقرب الناس لها. ذكرت أنهم من يعني تخيل معي أنهم من أقرب الناس لها من الدرجة الأولى، يعني أب وأخ وأخت، يعني شيء